تعالوا بقى المفاجأة. أنا محضر لكم النهاردة مفاجأة خطيرة جدا، قلت يختم بيها اللقاء. باقي معانا وقت قد إيه؟ دقيقة؟ 3 دقايق. هتكلم أنا دقيقتين وهسيبكم دقيقة أو نص دقيقة مع فيديو بس كده حتة النهاردة، وهنكمل بكرة. فيديو خطير جدا، اسمعوا وعوا، انتبهوا يا سادة. قلنا قبل كده حرب على الإسلام ما صدقتوناش. أول ما حصل الانقلاب كانت أول قنوات بيقفلها القنوات الإسلامية. اقفل يا عم، دي بتاعت قرآن. يعني قناة مثلا القنوات اللي هي بتاعت القرآن كلها اللي كانت موجودة في مصر اقفل. طيب والقنوات التانية اللي هي بتاعت تعلم الناس الوضوء والحيض والنفاس اقفل. الرحمة اقفل. بس طبعا فتح التانية مش مشكلة يعني ظبطوا مع بعض يعني مفيش مشكلة دلوقتي. الايه دلوقتي؟ طيب يعني مفيش مشكلة، بيقولوا لي ان الرحمة بتبث عادي خالص مفيش اي مشكلة. طيب الناس اقفل. اللي بقى بيجي يقدم قرابين الولاء افتح له قناته تاني. الشاهد، هل يا ترى اتقفلت قناة شيعية؟ فاجئتك انا بالسؤال صح؟ مفاجأة. طب اتقفلت قناة مسيحية؟ مفاجأة صح؟ هتقول لي يا عم الحرية وكل واحد حر يقول اللي عايزه. الله، يعني الحرية عند دول وعند الإسلاميين ولاد 60 في 70 دول لأ. يقول لك أصل دول كانوا بيطلعوا يكفروا الناس. أنا أتحدى واحد يجيب لي في قناة من القنوات الدينية حد كان بيطلع يكفر حد. ما حدش بيكفر حد، إنما كان ممكن يقول لك العمل ده من أعمال الكفار، لكن ما كانش حد بيكفر حد ولا حد يملك انه يكفر حد. وعلى سبيل المثال يا سيدي، في حد كان بيكفر، طب ما تجيب الحد ده وتقول له اسكت احبسه، لكن تقفل القناة ليه؟ طب هات رئيس القناة وقول له القناة والحكاية لكن تقفل القناة. طب قفلتها شوية سيبها لهم بقى يشتغلوا. لا مفيش. طب القنوات الشيعية، هل يا ترى القنوات الشيعية ما بتكفرش حد؟ يعني اللي مش على مذهب الشيعي بالنسبة لهم مؤمن ولا كافر؟ طب القنوات المسيحية ما بتكفرش حد؟ يا خلقه يا ناس، يا ناس صحصحوا اغضبوا لله سبحانه وتعالى. على كل حال هنشوف حتة من فيديو. الفيديو باختصار عبارة عن جلسة تشيع. بنتين مسلمتين سنيتين قاعدين، وقاعد بغل من بغال الشيعة ولا اتصال تليفوني، البنات اتصال تليفوني، وبادئ يقول لهم يلا بقى عشان نتشيع هنعمل ايه. مش هنزع لكم الفيديو كله النهارده، خدوا بس حتة كده منه في 30 ثانية يا شباب، وهنكمل بكرة ملف التشيع في مصر كله على بعضه كده. ويا ريت اللي عنده حاجة يبعتها لنا على صفحة البرنامج. اتفضلوا. ممكن الأخت غدير. غدير معايا. هلا والسلام عليكم أخت غدير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت جاهزة يلقنك الشيخ وبعدها نتكلم حول مسألة تحولك إلى وركوب سفينة النجاة، سفينة أهل البيت عليهم السلام. إن شاء الله. إن شاء الله على بركة الله تعالى. قولي أختنا المكرمة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء.
أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله وأبنائها المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم صلوات الله عليه أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر. بقية الفيديو هنزعه لكم بكرة. موضوع القنوات دي بتبث على النايل سات، موجودة. طبعا أنا مش بعمل دعاية للقناة ولا حاجة، لكن بس بلفت نظركم. هل يا ترى هي حرب على الإخوان ولا حرب على أبي بكر وعمر وعائشة؟ اللهم عليك بالظالمين والطغاة المجرمين. اللهم أطل في أعمالهم وأصبهم بالأمراض والأوجاع التي لا يجد لها شفاء ولا يجد لها دواء، وأطل في أعمالهم حتى يتمنوا الموت فلا يجدوه. اللهم فك أسر المأسورين، أحسن خلاصهم وردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين آمنين. نشوفكم بكرة إن شاء الله على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الذين يكتمون ما